عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين. اليوم باش نعمل مع بعضنا عجينة الملاوي. الصغيرات يحبوها برشا. توا يا سيدي باش نعمل العجينة متاع الملاوي. شنو يلزم سميد ارطب الفينو هذا. خذيت كيلو. الكيلو زوز صحافي بالصحفة هذه كيلت. خذيت صحيفة فرينة كيما تراو دقيق الفرينة. خذيت كويس زيت، سكر، ملح، مغرفة تاع قهوة خميرة، خاطر انا الخميرة ما نستعملهاش برشا في العجينة متاع الملاوي، خاطر نحب الطعم وكهو، يعني هي ما تستوجبش خميرة، انا نحب على الطعم وكهو. وماء دافي. باش نبداو بكاس ونشوفوا قداش العجينة مش تستوجب ماء. وتو نبداو على بركة الله، ومش نستعملوا الماكينة العجانة متاعنا، هي اللي تعجن العجينة بالباهي زمها تتعجن بالكيكة. حطينا سميد والفرينة من بعضهم، خلطناهم، حطينا المغرفة ملح، كالساشيات سكر، زوز ساشيات، وطوش نضيفوا اكل خميرة فوق منهم، ونبداو تو نعجنوا بشوية بالطبيعة. مش نضيفوا الماء، نضيفوا الماء بشوية بالباهي يعني بدات تتلم. كي تبدا تتلم العجينة نصبوا الزيت. عجنت مليح. شو مصلي عمبي، شو القوام تاعها، خليها تخمر حكايتك هيك درجين من زمان. باهي نصلي عمبي. هذه هي العجينة. تو مش خلاها كيما قلت لكم درجين، نغطيها بساشي ونخليها ترتاح درجين من زمان، وبعد كده نشكلها. تو طلعنا عجينتنا يزاها يعني خمرت. تو باش نقسمها كويرات صغيرين. على فكرة الملاوي رانا ديما نستعملوا الزيت اكثر حاجة. شوف انا كيفاش نخاها الكعبة، نلمها هيك بين يديا ونجي ونقسمها كيكة، وتجي ملمومة مريقلة شو كيفنية مكورة كل شيء، ونحطها في بلاصتها مع خواتها. شوف كلهم هلا مفرد قياس. خذينا الرخامة متاعنا حطينا عليها الزيت، خذينا اول كعبورة متاعنا ونبداو نحلو كعبورتنا كيما ترى قاعدة تمشي معانا ما شاء الله على العجينة. نبداو نحلو كيكة، اما كل مرة نغطسوا صوابعنا في الزيت، نبداو نحلو بشوية لين تتحل الكعبة متاعنا بالباهي كيما تراو هكا. يعني نحل فيها بايد واحدة. باهي توا كالعادة نحطو الزيت عليها كيما تراو كيكة، ومش نبدو نثنيها كيما هكا. نحطو الزيت نثنيه الشيرة الاخرى. معناها تبدا مليانة بالزيت. علاش قلت لك تستعمل برشا زيت، وتثناها كيكة وتحطها تغطاها وتمد كعيبة اخرى كيما تراو. نحطو صعيباتنا في الزيت ونبداو نحلو كيكة، والعجينة تمشي معانا لا تتقطع لحتى شيء. علاش؟ خاطر معجونة بالباهي. شفتوا كيف نية تبارك الله، معجونة بالباهي. تبعك به كالعادة نثنيها. وباش ما نطولوش الفيديو معاكم نكملوا كعيباتنا الكل وبعد كده نرجع لكم. نحطوهم هكاك الكل. كملناهم الكعيبات، وتو باش نعاودوا نحلوهم الكعيبه بعد ما عملناها كيما تراو. باش نعاودوا نحلها. ارتاحت شويه تولي تمشي معانا الكعيبه بالباهي. كل مره نحطوا صباعاتنا كالعاده في الزيت، ونبداو نحلو كعيبتنا بالطريف ونشكلها كيما نحبوا احنا، مستطيله مدوره كيما انت تحب. باهي بعد ما شكلناها حطيناها في الغناية، هذا نسميه غناية احنا متاع الملاوي كيما تراو، ونخليو كعيبتنا تطيب بالباهي.
ونخليوهاش تبدا يابسه بالطبيعه، تبدا طريه اما تطيب في نفس الوقت. باهي تو نخليوها كيما تراو نتوما تطيب بالباهي، ونهبطها ونغطيها بالنادله باش تقعد ديما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله كملناهم الكعيبات الملاوي كيما تشوفوا فيهم، تبارك الله شو محلاهم. شو صلي على النبي، خفاف حتى كي تكعوشهم هكا. ها درنا شويه خليط باش نحشيوهم لك الصغيرات. عملنا شويه بطاطا مقليه كيما تراو كيكه مكعبات. هذه صوص بلانش، حطيت فيها شويه كركم حتى ولات بالطريقه هذه. شويه عظم خديناها سمطناها البيضات، سمطنا بيضات وعملناهم كيما تراو كيكه مكعبات صغيره. شويه سليطه تتمثل في فقوس وبصل وسفناريا. وهذه صلصه، الصلصه هذه انا طيبتها عشاء صغاري، قعد منها قلت انا ما نخسرهاش، خليني نعمل كعيبات ملاوي ونحشي اكل ملاوي بك الصوص ونزيد معاهم شويه خليط وهيك ما نخسروش نعيمتنا. وتوا يلا بينا نحشيوك الكعيبات ونوريهم لكم كاملين. كيما تراو كيكه حشيناها بالباهي، وتوا نجمو ان نلهو فيها بالطريقه هذه وتمشي معانا الكعيبه. مصلي على النبي ما شاء الله، فرجوك الكعبه محلاها. وهذوما تعملوهم حتى لمجة لصغيراتكم، غدي صغيراتكم، يعني حاجة بنينة برشا برشا. ننصحكم بها الملاوي هذه. كان عجبكم المحتوى متاعنا اليوم ما تنساوش تعملوا لي لايك وتدخلوا قناتي فضل نيس امر، تعملوا لي اشتراك. ربي يسعدكم وربي يخليكم، الله لا يحرمني منكم ومن تواصلكم معايا، وخاصة اللي يكتب لي تعليق مزيانة ربي يفضله وربي يبارك له، حتى اللي يكتب لي تعليق مش مزيانة بارك الله فيه. المهم انا بصراحة فرحانة بوجودكم معايا، وفرحانة بأي طبخة أنا ننزلها لكم، خاطر أني أي طبخة نطبخها لكم بحب والله بفرحة. وإن شاء الله انتوما زادا تعجبكم طبخاتي. تو نقولكم بسلامة وإن شاء الله في طبخة جديدة.